بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في هذا الفيديو كالعادة إلى أداء محترفين في مختلف البطولات الأوروبية، وسنحاول تقييم أدائهم بناء على إحصائيات كل لاعب، والبداية من ألمانيا ومن الصغير براهيم مازا الذي تحصل على رجل المباراة رغم خسارة فريقه بنتيجة 2-0، وتحصل على أعلى تقييم في المباراة 7.9 من موقع سوفاسكور كما قلنا رغم خسارة فريقه، وهذا بفضل أدائه القوي في المراوغات والثنائيات الأرضية. من حيث التمرير ودقة التمرير، قدم مازا 34 تمريرة صحيحة من أصل 41 بنسبة دقة بلغت 83% مع تمريرتين مفتاحيتين، لكنه لم يكن فعالا في العرضيات حيث قدم 3 عرضيات كلها كانت خاطئة. المراوغات تميز بنسبة نجاح 100%، حيث بصم على 6 مراوغات كلها كانت ناجحة 6 على 6. أداء مميز جدا في المراوغات من مازا، مهارات فردية عالية في اختراق الدفاع من هذا الشاب. أما الثنائيات ففاز ب10 من أصل 11 ثنائية أرضية، وهو رقم ممتاز جدا أيضا مما يظهر تفوقه في المواجهات المباشرة. أما من الجانب الدفاعي فقام ب3 تدخلات ناجحة وأبعد الكرة مرتين لكنه لم يسجل أي اعتراض. ومن ناحية الفعالية الهجومية لم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجها، وكان دوره أكثر في التحكم بالكرة وصناعة اللعب بدلا من إنهاء الهجمات، وهو دوره الرئيسي. مازا استحق التقييم المرتفع أو التقييم العالي 7.9 من التقييم الجيد من سوفاسكور بفضل مراوغاته الناجحة وهيمنته الكاملة في الثنائيات الأرضية، بالرغم من أنه لم يكن مؤثر بشكل مباشر في الجانب التهديفي أو التمريرات الحاسمة. نمر إلى بلجيكا، إلى لاعب آخر قدم مباراة كبيرة جدا وهو آدم زورغان الذي تحصل على تقييم 9.2، وكان رجل المباراة بدون منازع. سجل هدفا من تسديدة واحدة على المرمى رغم أن اكس جي كان منخفضا 0.11 فقط، مما يعكس حسن استغلاله للفرصة الوحيدة التي أتيحت له. أما من ناحية التمريرات وصناعة اللعب قدم 93 تمريرة دقيقة بنسبة نجاح بلغت 90% مع 5 تمريرات مفتاحية، وخلق فرصة كبيرة مما يعكس تأثيره الكبير في بناء اللعب والهجمات. وأرسل 7 كرات طويلة 6 منها كانت ناجحة لكنه لم يكن فعال هو الآخر على غير مازا في العرضيات، أين قدم 4 عرضيات لم تكن ولا واحدة دقيقة. أما بالنسبة للثنائيات والمواجهات الأرضية لم يكن قويا في الثنائيات الأرضية، فاز ب2 فقط من أصل 5 وصراع عالي 1 من أصل 3 الصراعات، ضعف نسبي في الصراعات البدنية بالنسبة لآدم زورغان. أما من الجانب الدفاعي فقدم مجهودا محدودا، اعتراض 1 وتدخل 1 فقط، بالرغم من أنه لم يكن مطالبا بدور دفاعي كبير نظرا لمجريات المباراة وفريق الخصم لعب ب9 لاعبين بعدما تحصل على بطاقتين حمراوين، وكان لآدم زورغان دور هجومي أكثر. بصفة عامة زورغان استحق التقييم العالي والجيد بسبب تأثيره المباشر وتسجيله لهدف، وكان له أيضا تأثير كبير في صناعة اللعب ودقة تمريراته كانت عالية جدا رغم ضعفه في الصراعات البدنية المساهمات الدفاعية. نمر إلى لاعب آخر وفي نفس المباراة، ياسين تيتراوي الذي تحصل على 7.7، هو الآخر تقييم جيد بالرغم من أنه لعب 74 دقيقة فقط، قدم 64 تمريرة دقيقة من أصل 73 بنسبة نجاح بلغت 88%، وأظهر دقة عالية في الكرات الطويلة حيث قدم 8 كرات طويلة ناجحة من أصل 10 كرات، مما يعكس دوره الكبير في تحريك اللعب من الخلف. قدم تمريرة مفتاحية واحدة فقط مع XA كان منخفض 0.16 ولم يكن فعالا في العرضيات. أما فيما يخص التسديد فسدد مرتين، ولكن تسديدات تيتراوي كانت خارج الإطار. المراوغات والثنائيات لم ينجح في أي مراوغة، كان ضعيفا في الثنائيات الأرضية، هو الآخر فاز ب2 فقط من أصل 4. أما الصراعات العالية فلم يدخل في أي صراع. الجانب الدفاعي قام باعتراض 1 وتدخلين ناجحين لكنه تم تجاوزه في موقف دفاعي 1. أما فيما يخص الاستحواذ فقد الكرة 9 مرات وهو معدل مقبول مقارنة بعدد لمساته التي كانت 79 لمسة. تيتراوي قدم أداء جيدا
جيدا من حيث دقة التمرير وتوزيع اللعب، لكنه كان محدودا يعني هجوميا، ولم ينجح في الثنائيات أو المراوغات، مما يبرر حصوله على تقييم 7.7 فقط. والمباراتين السابقتين لياسين تطراوي كانت أفضل من هذه المباراة.